طيب ايش الوسيله انه يصير الاعلام معنا؟ خليني اقول لك، انت تفضل. شوف، انت بالمملكه ودول الخليج مهما فعلت مهما فعلت لعرب الشام او الهلال الخصيب ومصر والمغرب العربي، الان من اكثر القنوات ضربا في المملكه على المستوى الدولي باللغه العربيه قناه فرانس 24، وكل المشرفين عليها من المغرب العربي. طيب لماذا يهاجمون المملكة عمال على بطال؟ ما تدري ليش. أنا بالنسبة لي التفسير الوحيد أنه أنت لا تزال بنظر هؤلاء العرب كلهم بدوي متخلف، لا يمكن أن تتقدم عليهم. كل ما لديك أنك وهبت ثروة النفط، وبالتالي صار عندك مداخيل عالية، استطعت فيها أن تصرف على من تريد، وأن تشتري من تريد، وأن تسخر من تريد، وأن تستأجر من تريد، وإلى آخره، ووصلت إلى ما وصلت إليه. وبالتالي عند أقرب فرصة للخلاف معك ينقلب تماما عليك. عندنا نماذج كثيرة. عندك عبد الباري عطوان واحد منهم ومن أسوأهم وأقدرهم أيضا. عندك حافظ الميرازي الذي فتحت له القنوات المحسوبة على المملكة على مصراعيها، وفجأة وجدناه ينقلب رأسا على عقب. نماذج يعني لا حصر لها. وبالتالي إذا أردت أن تكون حقيقيا مع نفسك فلا بد أن تعتمد على أبناء بلدك، وتقفل هذه الحنفية التي لا أزال أصر على أنها على الأقل تنقط الآن، أن تقفلها تماما وتستثمر في أبناء وبنات بلدك الذين لم يعد كما قال الدكتور عبد الله ينقصهم شيء، ينقصهم فقط ثقة النظام السياسي بهم وثقة القيادات الإعلامية بقدراتهم وبإنجازاتهم. عدا ذلك ستظل توظف هؤلاء وتستأجرهم وسيظلون ينقلبون عليك إلى الأبد.